الماتش الثالث ديال المنتخب الوطني في كأس العالم قرب، وهاد المرة غنلعبوا ضد هايتي من بعد ما تعادلنا مع البرازيل وربحنا اسكتلندا. دابا عندنا 4 ديال النقاط، بحال البرازيل اللي فايتيننا غير بفارق الأهداف. هاد الماتش مهم بزاف وخاصنا نعرفوا شنو هي الأهداف اللي خصنا نحققوها، وفي نفس الوقت ما خصناش نستهانوا بالخصم. نهضروا شوية على هايتي ونرجعوا للمنتخب ديالنا. إلا رجعنا للتاريخ، هايتي هذه ثاني مشاركة لها في المونديال. فالماتشات ديالها اللي فاتوا ما خسراتش بحصص كبيرة، تماركاو عليها فقط غير 2 ديال الأهداف. يعني هاد الفرقة ما جاياش غير باش تسارى، باغا تخرج على الأقل بواحد النقطة ديال التعادل اللي بالنسبة ليها تاريخية. بحال أول نقطة جابها المنتخب المغربي في 1970. الفرقة باغية دير إنجاز لبلادها، غتقاتل حتى لآخر دقيقة، وهذا الشيء علاش الماتش غيكون قاصح. بزاف ديال الناس دابا كيضربوا الحساب، واش غنلعبوا مع هولندا، واش اليابان، واش السويد. هاد الحسابات كاملة ماشي بيدينا، حيت السويد واليابان بيناتهم صراع، وهولندا غتلعب مع تونس. اللي بيدينا حنا واللي خاصنا نتحكموا فيه هو الماتش ديالنا ضد هايتي. خاصنا نربحوا باش نتأهلوا رسميا، ويدير الله خير ديك الساعة. ولا تعثرت البرازيل امام اسكتلندا، ديك الساعه راه نقدروا ندوزو حنا الاولين. المدرب ما غيفكرش دابا شكون غيواجه في الدور الجاي. التفكير ديالو كامل في كيفاش غيربح هايتي باكبر سكور ممكن. واش غنشوفوا التشكيله اللي لعبات الماتشات اللي فاتوا باش اللعابه يزيدوا ينسجموا مع بعضياتهم ويضمن الماتش والرباح، ولا غيدير تغييرات باش يريح اللعابه اللي عياو واللي عندهم انذارات وخايف عليهم، ويدخل اللعابه ديال البنك اللي ديما كيدخلوا كبدلاء. هاد اللعابه غيكونوا باغيين يبينوا على راسهم وغيتقاتلوا اكثر. المنتخب ديالنا تبارك الله تطور وكيصنع بزاف ديال الفرص، وهذه حاجه زوينه وكتفرح. ولكن في الماتشات اللي جايين ديال خروج المغلوب، الفرصه الى ضاعت راه صعيب باش تجينا مره اخرى، بالاخص الى لعبنا مع خصم قوي وخرا في الادوار الاقصائيه. جميع الفرق كيكونوا في المستوى. ضيعنا كرات ساهلين في الماتشات اللي فاتوا، وهذا الماتش ضد هايتي هو الفرصة فين خاص اللعابة يركزوا قدام الشبكة ويماركيو من أنصاف الفرص. خلاصة القول، احنا كجمهور نقدروا نقولوا هايتي فرقة ضعيفة وغتكون سهلة، ولكن في التيران كتولي هضرة أخرى. عندهم لعابة كيعرفوا يلمسوا الكرة وخا ناقصاهم تجربة ديال كأس العالم. إلا دخلنا وحنا محترمين هاد الخصم ونلعبوا بنفس القتالية غنديروا ماتش كبير، وإلا استهنا بهم غنصعبوا الماتش على راسنا. كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، وإن شاء الله مربوحة.